رمضان سعيد علينا وعليكم، يا رب ينعدها علينا بخير وعليكم بألف خير بإذن الله. تعالوا نعمل النهارده الكنافة المبرومة. أيوة المبرومة عادية خالص ومحشية مكسرات عادي، المكسرات بتاعتها سوداني على جوز الهند على زبيب، يعني بص حاجة بيتي خالص، يعني الحاجة الايه التقليدية بتاعت زمان، بس بدل ما كنا بنعملها فناجيل أو بنكبسها في الصينية هنعملها ايه مبرومة. يلا بينا. أنا جبت الكنافة تلي دايرة بحالها من عنده، وجبتها فركتها على ايدي كده، خليتها ايه سلكت من السلوك بتاعتها كلها ماشي. بس ما تعملهاش صبحه، ما تخليهاش صبحه، خليها يعني مثلا جيبيها من عند الكنفان لسه جايه من عند الفرن حالا، بيتيها بس بره التلاجة عادي مش جوه التلاجة، تمام. وبعدين تيجي جايباها وفركاها وعاملاها زي انا ما عملتها كده بالظبط. يلا بقى تعالوا اما نشوف هنحشيها ازاي. شايفين اهو اهو، تمام. تيجي انت بقى من هنا جايباها عاملاها كده، عاملاها كده اهي اهي. شايفه انت الحركه دي؟ هي بقى هتلف معاكي سهله خالص خالص خالص، بس اهم حاجه ان انت تمسكي الحشوه عند اللفه الاولى بتاعتها علشان الحشوه ما تقعش اهي. حبايبي تنيكي ماسكاها وتبرميها، بصي كل ما تبرميها كل ما تبقى حلوه معاكي اهي. تبرمي كده وكده اهي، تمام. وتحطيها في الصينيه بتاعتها كده، بتثبتيها انت في الصينيه هنا وهنا، يعني هي بصي اهي بتثبتيها هنا وهنا اهي، تمام. وغيره اوريكي كمان واحده وكمان واحده، بحيث تكوني انت ممتازه في عمايل المبروم. خلي بالك مش اي حد يعمل الكنافه المبرومه دي، انت ممكن تكوني شايفاها سهله قدامك، ممكن تكوني شايفاها سهله قدامك، انما هي فعلا فعلا صعبه جدا. انت لو معرفتيش تلفيها كويس هتفرط منك، والحشوه بتاعتها هتقع منك على الارض. اهم حاجه في الموضوع دوت انك تكوني ماسكاها كويس من الطرف دوت ومن الطرف دوت، بحيث ان هي ما تفكش منك لا من هنا ولا من هنا، وتكوني حاطه الحشوه في النص بالظبط اهي، تمام اهي. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، تمام اهي يا حبيبتي. تتنيكي ورا الحشوه، تتنيكي ورا الحشوه اهي اهي اهي، لفت ديت كده كده تمام. تتنيكي بقى ايه ورا الحشوه، تغطيها الاول بحيث لما تيجي تلفيها ما تفرش منك ولا تقع منك على الارض اهي اهي. تمام كده كده تمام. بصي بتخليها ماشيه كده، ديت لقدام ودي لورا، دي لقدام ودي لورا. حلاوتها في انك انت تخل اهي 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 مبرومه اهي، مفيش اي حاجه بتقع منها، تمام. وتثبتيها هنا كده، وتتنكي بقى ايه، لو ما حكمتهاش كويس في الصينيه بتفك منك كلها اهي. ونرجع تاني اوريكم كمان واحده، علشان ايه اصل هي يعني ايه، هي الكنافه عاملها في الحركه ديت بس. وطبعا الشربات بتاعك بتبقي عاملاه كوبايتين سكر لكوبايه ونص ميه، كوبايتين سكر لكوبايه ونص ميه، لان الكنافه ديت بتبقى عايزه السيرب بتاعها تقيل تقيل مش خفيف، تمام اهي يا حبيبي اهي اهي. وعلى هذا المنوال بقى لحد ما تخلصي المقدار بتاعك، وايه وتسقيها السمنه بقى، بتحطي لها سمنه بلدي اللي انت بتبقي مسيحاها طبعا الحلويات ديت. السمنه البلدي بتدي طعم حلو قوي 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 للحاجه اللي شكل الحلويات بالذات. يلا اخلص الصينيه الصاج بتاعي وارجع لكم تاني. روما هي تمام. تعالوا بقى نعمل حاجه تانية بالمكسرات برضو. دي كنافه اللي اتفضلت من المبرومه، كسرتها قطعتها خالص اهوت، قطعتها خالص خالص اهوت، تمام. حط لها سمنتها كده تنيكي تشربي
الكنافه بالسمنه بتاعتها كده عشان هنحطها في صواني الكب كيك بدل الفنجان. يعني عندك صواني كب كيك ماشي، عندك فنجان هو دوت بيبقى بدل دوت يعني، فبتبقى جميله. انا عندي الصواني فغنتني يعني عن الفنجان. تمام. الصينيه اهي، حط فيها شويه كده. شويه مكسرات وتغطيها كده انك تكبسيها كده. تمام. ساعة ما هتطلع بقى من الفرن هتبقى ماسكه نفسها وماسكه حيلها وجميله، تكفيها بقى تبقى جميله ما شاء الله عليها. هوريها لكم بقى ان شاء الله لما ايه وغيره. اهو اهو اهو. بتكبسي كبسه عادي خالص زي ما تكوني بتكبسي الصينيه الكبير، بس ديت ميني كنافه، مش حته كنافه بدل ما تقعدي تقطعي ومش عارف ايه والكلام دوت. اهو ده ميني كنافه زي الميني مولتو كده اهي. تمام. حط عليها شويه كده. بصوا بقى، او هي مثلا بترجع منك هوريكي حركه حلوه قوي يعني. تمام. استني يا لول، هوريكم حركه حلوه قوي يعني. هتبقى ايه؟ انت عندك الصينيه التانية، عندك صينيه كب كيك تانية، هتبقى سهله عليكي جدا بالحركه اللي انا هقولك عليها دي. اكيد يعني احنا ما بنجيبش صينيه واحده. بصي بقى، هاتي الصينيه كده. عندي واحده تانية اهي، تمسكي ديت فوق دي اهي. دي بتكبس دي. وخلاص على كده تسويها كده، ما تخليش اي شغنبه طالعه منها من هنا ومن هنا. ويلا بقى عشان نروح نحطهم في الفرن. الكنافه اهي بعدين ما ضغطتها وبقت كويسه، وهن طبعا حط عليها سمنتها. تعالوا بقى نحطها في الفرن. نعمل حساب للصاج التالت عشان دوت لسه ما سقيتوش سمنته. هسقيه سمنته اهو كده. بس المهم تكتري لدي السمنه بقى بحيث ان هي ايه تاخد على كده على كل. ان شاء الله هتعجبكم. انا بضمها بس على بعضها عشان ايه السمنه تاخد وتدي من بعضها كده. بس انا بعد ما اديلها السمنه بتاعتها كفوها هفردها تاني عشان تحمر من كل النواحي من كل الاتجاهات. تمام كده. افردها كده في الصاج اهي اهي. تمام. تعالوا بقى نحطها هي كمان. مش خليها تحت. عينك بقى طبعا بتبقى عليها لان اللي تحت بتبقى على العين عاليه شويه. اما اغطيها خالص كده اهو، نسيبها بقى براحتها خالص تحمر براحتها. يا حبايبي نسقيها شربتها اهو، بسيط بسيط بسيط.
شربات بسيط خالص. زي ما قلت لكم الشربات كوبايتين سكر، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، معادل بعض، كوبايتين سكر لكوبايتين ميه. تمام كده، هي اللي دي شربت كده تمام كده كله. تعالوا بقى اما ايه، اما نشوفها عامله ايه من تحت. نعم، تعالوا بقى اما نشوفها كده من تحت عامله ايه. جميله، هي ما احمرتش قوي. هغرفها في طبق وارجع لكم تاني. سامعين الصوت؟ تمام كده. من تحت، من تحت. اهم حاجه بصوا، سامعين؟ سامعين الخروشه دي؟ احلى حاجه فيها الخروشه بتاعتها دي اهي، شايفين؟ هغرفها وارجع لكم تاني. عارفه يا حبايبي بعد ما خلصت بألف هنا وشفا. السمره ديت السمره ديت زبيبه اهي، وديت برضو زبيبه اهي. كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه سعيده علينا وعليكم يا رب. عقبال كل يوم جديد، كل يوم جديد، وعقبال كل ما نعمل حاجه جديده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.